السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نكمل استعراض الهجومات بحربنا الأخيرة. إن شاء الله بنوفيكم. طبعا هي هجمة كينج. صراحة اللاعب هذا رهيب، عنده قريتين ما شاء الله. بالقريتين لازم يجيب 12 نجمة بكل حرب، إذا ما 12 نجمة 11. إذا جاب ال 11 بيزعل. الله يعطيك العافية. شوف ما شاء الله، يعني توزيعه للباولر. الباولر دائما توزيعه من اليمين من اليسار، والباقي كله بالنص. بس طبعا لا تستعجلوا وركزوا. يعني بتمنى انه مثلا طريقة الهجوم اللي عم نهجم فيها يتبعوها الشباب بالحروب عندهم بالكلانات الثانية. هلا بنشوف هجمة كمان كينج. كمان كينج على رقم 13 بنشوفها بشكل سريع. كمان نفس الحكاية باولر. طبعا هو تاونو لعبد الله ليفل 10 تاون، بس دفاعاته كلها تاون ليفل 9، وهو مكس جنوده بس واقف. مش هذه الطريقة انه بتخليك بالحرب يطلع الخصم المقابلك ليفل 9، ما يكون ليفل 10. فهيك انت بتقدر انك تكسب شو تختيم. نحن ختمنا الحمد لله على رقم 13 كله ليفل 10. هلا في تاونات ليفل 9 يلي هو كمان تي ار عبد الله، نفسه عبد الله هو كينج. شوف ما شاء الله عليه بالهجوم الجوي. انا دائما بحكي لكم على عبد الله انه سريع بالهجوم الجوي. شوفوا ما شاء الله الهجمة هيدي. صراحة بتمنى الكل انه ياخد نظرة على الهجمة ويطبقها اذا بده يهجم جوي مع المستقبل ان شاء الله. يعني شوف، اثنين لافة، واحد لافة يمين ويسار ماشي، ودخل المنطاد. شوفوا توزيع المنطاد، حط من اليسار ومن اليمين ورا اللافة. شوف المنطاد كيف سحب، مثل كأني واحد عم يحلق عند الحلاق، من اليمين من اليسار هيك زبطه. نفس الطريقة هذا التصميم هيك بيتختم. طبعا انه كل تصميم له هجوم خاص، فما تعتبروا انه هذا الهجوم ماشي هو يعني راح يختم اي قرية. طريقة الهجوم هي اللي بتخليكم تختموا اي قرية. بنشوف هلا هجمة العقرب اللي هو انا. صحيح انا صار عندي اغلاط كتير، يعني كنت مستعجل شوي انا. كان عندي شوية يعني الحرب فاصلة وتأخرت أنا صراحة لهجمت، فهجمت شوي بسرعة. بس الحمد لله قدرت ختمها يعني بكل سهولة للقرية. طبعا هي حطيت اللافة أول شي والمنطاد. كان المفروض إنه أحط منطاد هون شي 5 حبات مع الجهة هذه، ما حطيت. قلت خليني متابع هجومي وركز بآخر الهجمة. شوفوا بس شو سويت بآخر الهجمة. يعني صراحة أنا أنا أعجبت بنفسي يعني. بآخر الهجمة شوف، آخر شيء دمرت الدفاعات. الحمد لله ما بيان إلا تنظيف. حطيت من هون اللي كان معي دبان مشان نكسب الوقت. طبعا طلعت الفالكري هون عنده، ما عندي الملك ما مشكلة. الله يعطيه العافية. هيك خلصت القرية والحمد لله. وهيجي نكتفي هلا حاليا بهالفيديو ماشي، وبعدين بنتابع رقم 16 هجمة حسن شعر، وهجمة جولاني، وهجمة عبد. ان شاء الله هدول نستعرضون شوي تاني. الله يعطيكم العافية، نلتقي ان شاء الله.